لو رجع بيك الزمن كنت تعلي درجتك في امتحان الاحياء ازاي؟ احل شوامل كتير. من الاخطاء اللي انا عملتها ان انا ما حليتش امتحانات شوامل كتير. اهتميت ان انا احل على كل باب لوحده، وده كان غلط. لازم كنت احل شوامل كتير عشان اعود نفسي على جوه الامتحان. ما اهملش كراسه المفاهيم ولا اهمل كتاب المدرسه، لان كراسه المفاهيم زي ما انا بعلمك في فيديوهاتي ان كراسه المفاهيم مفيده في اسئله كتير، وخصوصا الاسئله اللي عليها صور. كتاب المدرسه بيتجاب منه الصور اللي بتيجي في الامتحان بيتجاب من كتاب المدرسه. السؤال ده كان اول سؤال في المقالي في امتحان دور الاول احياء 2023. انا ما عرفتش الصوره دي بسبب ان ما كنتش مذاكر الصور اللي في كتاب المدرسه، فانا ندمت ان انا ما اهتمتش بكتاب المدرسه ولا بالصور اللي في كتاب المدرسه. الاسئله اللي بين السطور جايه من بين السطور في كتاب المدرسه. كنت اقرا السؤال كويس. من الاخطاء اللي انا عملتها مثلا غلطت في السؤال ده بسبب ان انا ما خدتش بالي من كلمه مصدر. اخترت الحبل السري على طول. الحبل السري بينقل، انا عاوز مصدر. هي جايه منين؟ جايه من جدار المبيض والنيوسيلا. المواد الغذائيه جايه من جدار المبيض والنيوسيلا. مش عاوز اللي بينقل. فقرايتك للسؤال تخليك تختار اجابه عن اجابه تانية. كنت ادي مثال عشان اخلص السؤال. اول سؤال في الامتحان غلطت فيه ليه؟ ما اديتش مثال. انا معلمك، احنا معلمين بعض بقواعد بقى. جنوم الخليه العصبيه لا يحمل شفره وراثيه. قلت لك ادي مثال عشان تخلص السؤال. ادي مثال. الخليه العصبيه المفرزه كانت بتفرز هرمونات زي الاي دي اتش، والاي دي اتش ده بروتين، اذا عندها شفره لبناء هذا البروتين، فمستحيل الاجابه دي. الاجابه دي هي الصح، هي اللي لا تعد من خصائص الجينوم، لان الخلايا العصبيه اكيد عندها شفره وراثيه لبناء هرمونات زي الهرمون الاي دي اتش، زي الخلايا العصبيه المفرزه. فادي مثال، خلص السؤال. اتعلم من القواعد اللي انا بقولها لك. انا بفضح نفسي عشان اعلمك.